استفزازات ميليشيات الحشد الشعبي ضد إقليم كردستان والموقف المفروض على الكرد اتخاذه. يعيش الشرق الأوسط على صفيح ساخن مع تصاعد حدة العمليات العسكرية التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على إيران ودخولها شهرها الثاني. وفي خضم هذه الحرب المشتعلة والمجهولة العواقب يطور طرفا الحرب خططا جديدة لتوسيع نفوذهما وجبهات الحرب، حيث يتواجد العراق والكرد في قلب المخطط الإيراني. عندما ننظر إلى الماضي القريب نجد أن إيران وجهت بوصلة داعش خلال الربيع العربي صوب الكرد عمدا لقطع الطريق أمام انتصاراتهم وتحقيق المزيد من المكاسب والإنجازات. يزعم البعض أن إيران كان ضد داعش، لكن الحقيقة عكس ذلك تماما، فقد كانت لداعش في العراق صلات وعلاقات مباشرة وغير مباشرة مع إيران، وهاجمت كردستان بشراسة ووحشية أكبر من الشيعة. واليوم يتكرر السيناريو نفسه، ولكن تحت مسمى آخر، حيث تسعى إيران من خلال هجمات واعتداءات ميليشيات الحشد الشعبي على الكرد إلى إقحامهم في أتون حرب مدمرة وفوضى عارمة، وفي الوقت نفسه تفكيك النظام الفيدرالي في العراق بالكامل. نعم، حيث لم تعد ميليشيات الحشد الشعبي مجرد قوة وكيلة تحارب بالوكالة، بل تحولت تماما إلى جزء من الحرس الثوري الإيراني. كما لم تعد الدولة العراقية اليوم تدار من بغداد، بل تدار من قبل هذه الميليشيات. ولتنفيذ هذا المخطط التخريبي المدمر والمؤامرة القذرة، تصاعد إيران من حدة هجماتها الاستفزازية على إقليم كردستان، وما استهداف مقر زعيم الأمة الكردية والصانع السلامي ومهندسه الرئيس بارزاني من قبل ميليشيات الحشد الشعبي، وكذلك استهداف منزل رئيس إقليم كردستان نيتشيفان بارزاني إلا جزءا من هذه الاستفزازات الجسيمة. فكما شن تنظيم داعش الإرهابي بالأمس هجمات على الكرد أكثر من أي أمة أخرى، تشن ميليشيات الحشد الشعبي اليوم هجمات واستهدافات على العاصمة أربيل أكثر من بغداد بذريعة التواجد الأمريكي. والهدف واضح وجلي: إضعاف ركيزة النضال القومي الوطني الكردي، ألا وهي النهج البارزاني. نعم، فهم يسعون لتحويل أربيل، المنطقة الأكثر أمنا وأمانا وقبلة الشرق الأوسط، إلى ساحة حرب طائفية واستعمارية. ففي هذه المرحلة الخطيرة لا سبيل ولا مناص أمام الكل من تجنب هذه المخاطر إلا بالوحدة الوطنية، لكن ثمة ضعف وصمت وصفين مغزيين يخيمان على الحركات والأحزاب الكردية الرئيسية حيال هذه المسألة. وقد تركت حركة البارزاني وحيدة في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية الشرسة. فرغم أن الاتحاد الوطني الكردستاني لم يعد يدعم علنا ميليشيات الحشد الشعبي خشية ردود الفعل الغاضبة للشعب الكردي، لكنه ما زال يأمل في إضعاف الحزب الديمقراطي الكردستاني ليتمكن من حصد لقب القوات الرئيسية والكبرى ونيل المناصب والمقاعد في بغداد من خلال دعم الميليشيات له. فلغاية الآن لم تعلن هذه القوات بشكل جريء أن ميليشيات الحشد الشعبي تقف وراء جميع الهجمات والاعتداءات على أراضي كردستان. بينما في الجانب الآخر هناك حزب العمال الكردستاني PKK، فبينما يمر الكرد في أصعب فتراتهم وأشدها حساسية، يشغل PKK الشعب الكردي بممارسات واهية وأجندات تافهة كحرية وجلال وتهنئة عيد ميلادي، وتحت يافطة الوحدة الوطنية يمارس أخبث المكائد والصراعات السياسية الخفية. فبالتزامن مع رفعه لهذا الشعار، ها هو يعقد المؤتمرات في شنغال بدعم ميليشيات الحشد الشعبي. الهدف من مؤتمراتهم ليست الحرية أو أي مطالب كردستانية، بل جل ما تماخض عنها ودعوة إلى الاندماج والانصهار في الدولة العراقية، تلك الدولة التي تدار من قبل ميليشيات الحشد الشعبي. يجب على الكرد وعلى رأسهم مثقفيهم وسياسيهم أن يتعرفوا على وكلاء المحتلين هؤلاء والتشهير بهم وفضحهم. كما يجب علينا جميعا أن ندرك جيدا أن حركة البارزاني المتجسدة في العاصمة أربيل وحكومة إقليم كردستان هما حجر الأساس لوجودنا وكينونتنا وحريتنا. في هذا الوقت بالذات تكمن الوحدة الحقيقية في تضامننا وتكاتفنا والتفافنا حول أربيل، وعد أي هجوم على البارزاني وعاصمتنا هجوما على شرف الكرد وكرامتهم ومستقبلهم.